بدون أب. وفي كتاب آخر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم، اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة. هي هذه يقول لك ليش ممكن الله يعطيه القوة دي، بس إيش اللي خالفوهم؟ ليش خالفوهم؟ إيه؟ تحرزا على الأرحام. ما تجي وحدة تزني وتقول كرامة ولي وأنا طلعت ولد. نعم. من أجل هذا بس اللي قالوا ممنوع. والله ممكن. لا يعني ممكن يوجدون أشياء، يعني يخلقون أشياء من. مش يخلقون. بإذن الله. بإذن الله. يخلقون أشياء. بإذن الله. الله قال تبارك الله أحسن الخالقين. نسب الخلق للمخلوق له. تمام. يعني ممكن أنا. ممكن يخلق. أحسن ليه؟ الخالقين. الله أثبت كلمة الخلق للبشر. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس وكأنما أحيا الناس. أثبت نسبة الإحياء للمخلوقين. نحن مسألة النسبة، نحن مسألة إيش؟ هل ممكن مو مسألة جزئية مش في العموم. أنت الآن تتكلم الولد والأم من باب المجاز، مو مجاز. هذه فيها خلاف، وسبب الخلاف أن الذين منعوها تحرزا من الزنا. يقال هناك داعية، يقال إنه داعية إسلامي يطلق عليه الجفري. هذا معروف، هذا داعية ضلال والعياذ بالله. نعم. يقول بأن الولي يخلق الولد، وأن الولي هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق غير الله عز وجل، بل هم يقولون لا يخلق إلا الله. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالجفري صار أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله العافية. نعم.